اول مره اخبز عيش الحبه الكامله في حياتي، ودي طبعا النتيجه. بصوا يا جماعه، انا النهارده قررت اجرب عيش الحبه الكامله بايدي. انا عمري ما عجنت قبل كده، فكنت داخله التجربه وانا بقول ربنا يستر. نبدا بقى بالمقادير: كوبايه ميه دافيه، باكو خميره فوريه، ومعلقه عسل، وقلبتهم كويس جدا وغطيتهم وسبتهم على جنب لحد ما الخميره فارت. والعجين نص كيلو دقيق حبه كامله، المفروض كنت احط عليه ربع معلقه ملح ونص معلقه بيكنج باودر بس نسيت. ونزلت بالخميره على الدقيق على طول، وابتديت ان انا اعجن، وبعدين يعني افتكرت الملح والبيكنج باودر، رحت حطهم في النص وكملت عجن. وكان جنبي كوبايه ميه دافيه، كل ما احس ان العجينه محتاجه كنت ازود شويه بشويه، وفي الاخر لميتها بمعلقه زيت علشان تبقى طريه ومتماسكه او ماسكه نفسها يعني، وسبتها تخمر براحتها خالص. وبعد ما خمرت قطعتها كور صغيره وفردتها بالرده، وبعد ما خلصت فرد سبتها ترتاح. ولو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش تعملوا لي اللايك والشير علشان يوصل لاكبر عدد من حبايبنا. ابتديت ان انا اجيب صينيه تيفال وسخنتها كويس على نار عاليه جدا، ونزلت باول رغيف، وكل 10 ثواني كنت بقلبه على الوشين، وبدأ ينتفخ معايا. والنتيجه يعني بصراحه يعني ما كانتش احسن حاجه، بس انتفخ وطلع عيش يتاكل. ودي كانت اول مره في حياتي اعجن، فطبيعي ما يطلعش بيرفكت يعني، بس انا حبيت اشارككم كل حاجه، الحلو والوحش. انا مش بخبي عليكم اي حاجه، واللي طلع معايا انا نزلته زي ما هو.